ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم بتاعنا طويل شوية النهاردة، هنعمل حاجات كتير قوي فيه، بس ايه يعني خليكم معايا كده، ما تسيبوش الفيديو وتزهقوا بقى وتطلعوا منه على طول. النهاردة بقى هنعمل غدا هنروق الشقة زي ما انتوا شايفين كده. بس قبل اي حاجة، لو انتوا مش مشتركين معايا في القناة ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك بالله عليكم على الفيديو، وكومنت حلو كده زي ما انتوا معوديني. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. ودلوقتي بقى يا جماعة، زي ما قلت لكم كده، ان اليوم بتاعنا طويل، فيه طبخ وفيه ترويق وفيه تلميع، فيه كل حاجة. مش هحرمكم من حاجة، وفيه غسيل مواعين كمان. يلا بينا بقى نصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان عايزه اقول لكم ان انا اخيرا جبت الستاره. انا بقالي قد ايه كذا فيديو ان انا بسالكم يا جماعه اجيب الستاره لونها ايه، اجيب الستاره لونها ايه. انا زي ما انتم شايفين كده، الانتريه عندي لونين، لون بتاع دوت اصفر يعني مستردة، واللون التاني كاكاو. فانا كذا فيديو اسالكم اجيب يعني اللون ايه، اجيب يا الكاكاوي يا المستردة، وما حدش طبعا فيكم عبرني ولا رد عليا ولا قال لي اي حاجه. فانا بقى الصراحه يعني انا مش بحب اللون المستردة قوي. فجبت بقى الستاره جبتها كاكاو، يعني زي الاتنين اللي انا جايباهم بتوع البلكونه. فبتاعت الشباك برضو جبتها كاكاوي كده، ايه علشان تبقى يعني ما يبقاش بقى الوان كتير وملخبطه كده. وكمان جبت السجادة. طبعا انا مرضتش اوريها لكم، قلت هوريها لكم بقى ان شاء الله في تنظيفات العيد وفرش العيد كده. يعني هو خلاص فاضل يعني مش كتير. عايزين بقى ننظف مع بعض الشقة كده ونشجع بعضينا، وقولوا لي ان انتوا هتبدأوا من امتى عشان نبدأ مع بعض. انا طبعا عندي كذا سجادة كده هغسلهم، وعندي بقى تنظيف. يعني انا ممكن ابدأ ايه اوضة اوضة، يعني كل يوم كده نعمل اوضة مع بعض. اخر حاجة طبعا بنعملها المطبخ والحمام. يعني انا عندي بقى الشاني بتاع المطبخ، عايزة طبعا اغسله كله من فوق لتحت كده، هو والحمام عايزين نظبط الدنيا، ننضف الدنيا على الاخر. انا طبعا هنضف برضو تنظيفات جامدة قوي بقى العيد دوت ان شاء الله، عشان انا في العيد بتاع رمضان كنت تعبانة جدا انا وعيالي كلهم. فضلنا بتاع حوالي شهر كده تعبانين، شهر بتاع رمضان كله. يعني نضفنا بس مش التنظيفة اللي هي فاهمين انتوا. يعني انا بقى اشيل بقى واعمل، وما كنتش قادرة خالص، ولا انا ولا بناتي الصراحة ما كناش قادرين نعمل، يعني عملنا بالعافية. فالعيد ده ان شاء الله بقى ان انا نويته بقى ان انا يعني اهد الشقة. يعني اشيل بقى والحيطان والاشياء، هننضف كل اي فتفوتة كده في الشقة هننضفها ان شاء الله مع بعضينا ونشجع بعض كده. بس عايزاكم بقى تقولوا لي ان انتوا هتبداوا امتى علشان نبدا مع بعض. بس بقى انا كمان حصتي حوسه يا جماعه، انا عندي بناتي الاتنين في ثانويه عامه، يعني في ثالثه ثانوي. يعني انا مش هقدر اقول لهم شيلوا لي دي من الارض. فطبعا هم كل بقى ما ينزلوا يروحوا الدرس ولا اي حاجه، انا بقى هروح شايله اوضه كده واعملها ايه، يعني واحده واحده كده. كمان هستنى ان هم ينزلوا يعني من البيت، لان عشان انا عايزاهم يذاكروا في هدوء، يعني ما يبقوش هم قاعدين بقى ومتضايقين ان انا بعمل وهما ما بيساعدونيش او اي حاجة، لا. فانا عايزاهم كده اول ما ينزلوا يروحوا الدرس بقى، يعني برضو مش هتقل عليا. يعني هنعمل حاجة حاجة كده، يعني ايه، يعني مثلا الأوضة بتاعت أخوهم، وبعدين أوضتهم هما، بعدين الصالة، وبعدين المطبخ والحمام. يعني هحاول كده على قد ما أقدر، يعني ما اهلكش نفسي كمان. عايزه اقول لكم ان انا العيد الصغير ده بحبه جدا، يعني اكتر من العيد الكبير ده بياما، مش عارفه الصراحه ليه بقى. العيد رمضان دوت بيبقى عليا زي العسل يعني كده، فمش عارفه ايه اللي معقدني الصراحه من العيد الكبير ده. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. المهم ان احنا هو هلكانين في الشقه، عملتها خلاص، واخر حاجه بقى ان انا هكنسها، بعد كده هدخل على المطبخ اشوف ورايا ايه كمان. عندي بقى الشبابيك ديت والبلكونة ما بعرفش افتحها ولا اشيل كده الستارة، لاني احنا العمارة بتاعتنا قصيرة وحواليها العماير كلها طويلة. يعني في وشنا عمارة وفي الجنب هنا عمارة، العماير في الشارع اللي احنا فيه ده ما شاء الله عماير كبيرة وطويلة كده ولازقين في بعض. المشكلة يعني الشارع ضيق قوي بتاعنا. فانا مضطرة ان انا اقفل البلكونة ديت ليل نهار علشان الجيران، يعني شقتنا مكشوفة قوي. اللي يقف في الشباك بره او في البلكونة بتاعته يشوف كل اللي عندي في الشقة. فدي حاجة وحشة قوي في الشقة اللي انا فيها.
يعني اكتر حاجة بقى مضايقاني ان احنا بنبقى يعني وخاصة في الصيف ببقى محتاجة ان انا افتح البلكونة عشان تدخل نسمة هوا كده، بس ما اقدرش علشان زي ما انتوا عارفين البلكونات بقى والبنات. المهم كده خلصنا الشقة طبعا، نضفناها وعطرناها وكده، خلاص بقى انا ادخل بقى على الهم الكبير اللي هو المطبخ. اول حاجة طبعا انا قبل ما اعمل الاكل وقبل ما بعمل اي حاجة بدخل بقى اخلص مطبخي كده، اروقه ولو في مواعين اغسلها. طبعا الرخامة ديت على طول متكركبة كده، لاني بقى يعني وانا بروق الشقة يعني لقيت كوباية في الأوضة بروح واخداها وحطها على رخامة المطبخ، لقيت اكياس كده في الارض في الأوضة بروح شايلاها برضو حطها على المهم يا جماعة، ما علينا. عايزاكم بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا هتبدأوا تنظيفات العيد امتى علشان نبدأ مع بعض. تمام. انا زي ما انا قلت لكم طبعا في اول الفيديو ان انا هبدأ بأوضة أوضة. عايزاكم انتوا كمان بقى تقولوا لي انتوا هتعملوا ايه، هتبدأوا بأوضة أوضة ولا مثلا هتعملوا الشقة كلها في يوم واحد. بس يعني من رأيي انا، لو الشقة بتاعتك كبيرة ومش هتقدري عليها فانت متعملهاش يعني كلها كده يوم واحد. لكن لو شقتك صغيرة كده ومحندقة يعني، فعادي بقى دي ممكن تعملي يعني مثلا حاجات صعبة، يعني ممكن تاخديها في يومين كده، تعملي الحاجات الصعبة في يوم، بعد كده بقى تفنشيها وتمسحيها وتشوفي ايه التاني الحاجة اللي انت عايزة بقى تعمليها تاني يوم. يعني ممكن تسيبي المرايات كلها وتلميع الارضيات ديت بتبقى مثلا تاني يوم، لكن اول يوم كده تحت السرير طبعا بيتشال ويتنضف يعني تخليها تنظيف يعني على مرتين، تنظيفها اللي هي بس المهم. انا كده بقى طبعا خلصت اهو، يا دوبك هكنس الارض بقى المطبخ، وطبعا في اكيد يعني مواعين طبعا في الحوض هنروح بقى نغسلها. عايزاكم تقولوا لي كمان ايه رايكم في السجاد دوت ولايق مع مطبخي ولا لا. انا المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين كده ان هو بني محروق. ادي كده شويه الاطباق اللي في الحوض هنغسلهم بقى، وعايزاكم بقى تقولوا لي انتوا بتحبوا فقره غسيل المواعين ديت ولا لا، وبتحبوا اكتر فقرات يعني في الروتين بتحبوها ايه هي، علشان نتقل عليها يعني في الفيديوهات وكده. بس عايزه اقول لكم والله يا جماعه ان الفيديوهات ديت فيديوهات تشجيعيه. انا عن نفسي يعني قلت لكم 100 مره قبل الكلام دوت، لما بلاقي نفسي مكسله بدخل ان انا ادخل ابحث بقى عن الروتينات والحاجات علشان ادي لنفسي دفعه كده ان انا اقوم اشوف اللي ورايا. وفعلا اول ما بتفرج على الروتينات بروح بقى ببقى عايزه اقوم اخلص المطبخ او اخلص حاجه انا مكسله عليها. يعني عايزه اقول لكم ان هي فعلا بتشجع يعني. فزي ما انتم شايفين كده بقى اديني بغسل مواعين عشان نخلص بقى ونعمل الغدا بتاعنا. امبارح بقى كنا اكلنا حاجات خفيفة كده، فالنهاردة بقى هنعمل اكلة حلوة، نعمل سبانخ. يلا اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين بيحب السبانخ، وقولوا لي بقى بتحبوها بالرز ولا الفريك ولا الحمص. انا عن نفسي بحبها يا اما بالرز يا اما بالفريك، لكن الحمص دوت مش بحبه خالص. حتى لما بنجيب كوسة في ناس بتحط عليها فريك، يعني لا مش فريك، في ناس بتحط على الكوسة حمص. عارفين انتوا طبعا حمص الطبخ دوت، لكن انا ما بحبوش خالص الصراحة. والسبانخ ديت ملكة الحمص، يعني هي اساسي فيها الحمص، بس انا برضو ما بحبوش يعني، وعيالي كمان مش بيحبوه فانا ما بجيبهوش. فلما باجي بقى بعمل سبانخ يا اما احط عليها فريك يا اما احط شوية رز محمر كده معاها. دلوقتي بقى هوريكم انا بقى يعني هنعمل هنعمل شوية رز كده مفلفل. بصوا تعالوا نشوف مع بعض، المهم نخلص المواعين ديت ونخلص منها واوريكم بقى هنطبخ ايه. عايزه اقول لكم يا جماعه المطبخ بتاعي صغير جدا جدا. انا حاولت اجيب البتاع المصفى بتاعه الاطباق احطها في المكان اللي انتوا شايفينه ده، عشان يعني اغسل الاطباق من هنا واحطها فيها في المصفى من هنا على طول، لقيته صغير يعني مش واخدها. وفي كمان في الماسوره بتاعه السخان وراها، فكمان مش نافعه يعني، فبضطر بقى ان انا اسيب المكان دوت بحط فيه ازاز الميه، بحط فيه حاجات يعني. بس هو الصراحه مطبخي عايزه ابقى اعمل لكم جوله كده في الشقه ان شاء الله. يلا لو انتوا عايزين جوله في شقتي اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هوريها لكم. هي شقتي صغيره كده ومحندقه،
بصوا هي مش شقتي، يعني انا مأجراها، بس ايه يعني إيه، ادعوا لي بقى ان ربنا يكرمني كده واجيب لي شقة ان شاء الله تكون تمليك، لان الايجار بجد قاسم وسطي. اه والله، يعني اكتر حاجة بتقرف الانسان في الدنيا ديت هو الايجار. الايجار دوت الواحد بيبقى شايل همه وشايل هم الاكل وشايل هم حاجات كتير قوي الصراحة. ادعوا لي بقى يا جماعة بالله عليكم ان انا اجيب لي شقة تمليك كده ومشيلش الايجار، هم الايجار كل شهر. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. المهم انا خلصت بقى المواعين وهرجع كل حاجة مطرحها، وهنعمل بقى شوية السبانخ الجمال اللي انا قلتلكوا عليها. بس بجد طعمها كان زي العسل ما شاء الله يعني. كانت حلوة قوي طعمها. طبعا انا عملتها من غير لحمة ومن غير اي حاجة. احنا بالنسبة للظروف اللي احنا فيها دي يا جماعة، ومش انا بس يعني كل الناس، فانا بعمل يا دوبك بس يوم واحد في الاسبوع او بالكتير قوي يومين، يعني يا اما لحمة يا اما فراخ يا اما سمك. بس كده مش بنكتر بقى. لان ايام بقى كل يوم فراخ ولحمة دي خلاص الايام دي الله يرحمها خلصت. بص بقى السبانخ ديت هي كانت، يعني انا كنت شاكه فيها، انا كنت بحسبها ان هي مش سبانخ علشان هي كبيره كده وشكلها يعني خشنه شويه وشكلها غريب. فكنت بحسبها اللي بيقولوا عليه اسمه ايه دوت السلق، بس لا دي طلعت الحمد لله سبانخ وطلعت طعمها زي العسل كمان. بس كان في بقى عود كده كبير لوحده، كنت دوت بقى اللي انا شكيت فيه ان هو دوت سلق الصراحه، رميته مرضتش اعمله. بصوا بقى انا يعني شوفوا طريقتي في عمايلها ازاي. انا الاول انا بخرطها طبعا الاول، مش بغسلها الاول وبعد كده اخرطها، لا، لان بيبقى فيها السبانخ ديت منمع التراب، يعني بتبقى فيها التراب كتير قوي، لازم تكون ايه، تتحط في ميه كده وهي متقطعه علشان التراب يركز تحت في الميه وتعرفي تنضفيها بسهوله. فدي طريقتي بقى في السبانخ، يعني انا بخرطها صغير كده زي ما انتوا شايفين، بعد كده بنقعها في الميه، بغسلها بقى حوالي 3 مرات او 4 مرات. يعني بغسلها ياما قوي عشان التراب برضو مهما تغسليها بتلاقي فيها تراب. بس لازم يكون الحاجة اللي انت هتغسليها فيها تكون حاجة كبيرة شوية علشان تعرف ايه، تتشطف كويس والتراب اللي فيها ينزل. طبعا بقى بتكوني جايبة حزمة كزبرة معاها وبتخرطيها معاها. يعني انا حطيت دلوقتي اللي انا حطيتهم دول في المية كان فيها حزمة كزبرة خضرا معاها طبعا. وساعات انا بعمل لها تقليه وساعات لا، لكن المره دي انا مش هعمل لها تقليه الصراحه، لاني انا نسيت التوم خالص وما جبتش كمان من السوق. وطبعا كان عيالي في الدرس فما كانش حد معايا ان هو ينزل يجيب لي توم، فانا المره دي عملتها ايه من غير توم بقى وبس، برضو طلعت جميله وزي العسل. يعني طلعت كان نفسي تدوقوها كده معايا وتقولوا لي ايه رايكم. هنغسل بقى الطماطم بتاعتنا ونضربها في الخلاط، وهنعمل بقى جنبهم شوية بتنجان كوبي كده، بس هنعمله زي ايه بقى، زي البتنجان العروس المخلل. يعني هنخرط، انا نسيت اصور لكم، مش عارفة صورت ولا لا الصراحة. بصوا هتشوفوا دلوقتي التراب قد ايه في المية، طبعا كتير قوي، فهغسلها بقى حوالي 3 او 4 مرات كده. وهنجيب بقى الحاجات الباقية الصغيرة دي، بنجيب المصفى بتاعت الطماطم ديت ونروح مصفين فيها. طبعا انا بصفي، شفت التراب اللي ريكس في المية، فلازم يا جماعة السبانخ دي تتغسل كويس قوي قوي مرة واتنين وتلاتة. إيه هنعمل ايه كمان، انا ناسيه الفيديو. ناسيه الفيديو، بس انا بقى لما تيجي حتى اقول لكم هنعمل ايه كمان. ايوه هنضرب بقى الطماطم في الخلاط طبعا. والله ده فيديو تشجيع مش تعليمي خالص. يعني انتوا كلكم ستات بيوت وعلى راسي كمان وشاطرين جدا ما شاء الله عليكم. ربنا يا رب يهدي سركم ويفرحكم بعيالكم وينجحكم. واكتبوا لي يا جماعه مين اللي كان عندكم في الامتحانات ونجح الحمد لله ونتيجته بانت كده، فرحوني كده وفرحوا نفسكم. وقولوا لي لو انتوا عندكم عيال يعني في ثانويه عامه برضو زي عيالي، انا عندي البنتين ما شاء الله في ثانويه عامه، فادعوا لي كده ان انا ربنا يقويني عليهم. بس كده هنضرب بقى الطماطم بتاعتنا في الخلاط، وهنروح بقى نعمل الرز وهنعمل السبانخ ونخلص ونتغدى.
يا جماعة قولوا لي، عايزة كمان اسألكوا سؤال، يعني قولوا لي كده، الكبة حلوة وعملية ولا ما فيش منها فايدة؟ لانه زي ما انتوا عارفين كده الاجهزة الكهربائية خلاص بقت غالية جدا، فالصراحة بيقولوا لي هي يعني بتسهل عليا الحاجات، مش عارفة، فانتوا ادوني رأيكم، اشتري كبة ولا لا كده حلو وخلاص، يعني مش لازمها. ولو انا اشتريتها قولوا لي بتعمل اللحمة المفرومة، عارفين بقى انتوا كفتة الرز ديت الكبة بتعرف يعني بتعملها ولا لا؟ واكتبوا لي برضو في الخلاط اللي عنده الخلاط ايه اكتبوا لي في الكومنتات واللي عنده كبة يقول لي نوعها ايه وجايبها بكام، بس تكون حاجة حنينة كده ما تبقاش غالية. طبعا انا بخلص خلاطي يا اختي انتي وهي اهو، بمسحه كويس قوي واروح حاطاه مكانه عشان ما يتبهدلش معايا في المطبخ. هناخد بقى معلقة سمنة هنا ومعلقة سمنة هنا، وهنعمل الاكل بقى الرز بتاعنا وهنعمل السبانخ بتاعتنا. وطبعا السمنة او الزيت على حسب اختيارك، لو انت عايزة تعملي سمنة او تعملي زيت يعني زي ما انت حابة. وبجيب الازازة الموفرة دي الكبيرة ديت يا جماعة، على فكرة بتقعد معايا ياما ما شاء الله، بتحسي كده ان هي فيها بركة. لكن انا لما بجيب الازازة الصغيرة ديت ب50 جنيه، بلاقيها اسبوع وخلصت معايا. لكن دي صراحة بتقعد معايا شهرين، شهرين وي كمان. يعني والله تحسي كده ان الازازه دي ما شاء الله فيها بركه كده وايه، يعني تقعد معاكي وقت طويل كده، عشريه مش زي الازازه الصغيره تروحي تجيبيها من هنا تاني يوم او في يوميها ممكن تكون خلصت. بص بقى اللي انا بقلبه هناك دوت الرز المفلفل. انا حطيت شويه، غسلت طبعا الرز كويس قوي وحطيت شويه رز كده كبشه كده كبيره، حطيتها مع السمن مع الزيت وبحمرها. لان انا حطيت الزيت للبتاع دوت الرز، حطيت له حته سمنه وشويه زيت. وكده البصلايه بتاعتنا تمام، نحط بقى عليها عصير الطماطم ونحط البهارات طبعا زي ما انتوا حابين. عايزه اقول لكم ان اساسي في السبانخ دي تحط لها شويه كمون صغيره جدا، يعني ما تحطيش كمون كتير عشان ما يغيرش طعمها. لكن انت لو حطيت لها فص توم ني كده مع الطماطم كده وهي بتتسبك وحطيت لها شويه كمون صغيره، بيبقى طعمها جميل جدا. نقلب بقى هنا وهنا، واول ما الرز بتاعنا يتحمر والصلصه تدخل على التسبيكه بتاعتها كده، هتشوف بقى هنعمل ايه كمان. انا هنا حطيت الفلفل الاسمر وحطيت ملح وحطيت سنه الكمون اللي انا قلت لكم عليها. طبعا الاصوات الاطفال الصغيره اللي انتوا شايفينها سامعينها ديت دول في الشارع مش عندي في الشقه، لان انا عيالي خلاص الحمد لله كبروا، يعني ربنا يحميهم يا رب ويخلي لكم عيالكم. يلا كله كده يثبت وجوده ويقول لي هو متابعني منين ومن اي محافظة، ولو انت في اسكندرية او انت في اسكندرية يلا قاعدة فين، ممكن نكون جيران على فكرة. ولو عندك قناة محتواكي ايه يعني قولولي كده، احكوا عن نفسكوا كده في الكومنتات، اثبتوا وجودكم كده. انا عايزة اللي عندي يبقوا ايه صحيين كده، يثبتوا وجودهم في اي مكان وفي اي وقت ويتكلموا كده وياخدوا ويدي بشكل ودي هنا بقى طبعا الرز اللي انا حطيته اتحمر، فانا شلت منه شويه زي ما انتوا شفتوا عشان لسه بينخ. عارفين انتوا عارفين طبعا كده بقى الطماطم اهي داخله على التسبيكه بتاعتها. بصوا بقى، اول امبارح كنا في فتح الله، كنت بشتري شويه حاجات لازم البيت، يعني هبقى انزل لكم الفيديو ده عشان انا عاملاه فيديو مشترياتي، بس يعني هنزله لكم الفيديو الجاي على طول. المهم كنت ببص على الطقم الجرانيت بتاع الحلل عشان انا عايزه ارمي حلل دي، لان ما بقاش حد عنده حلل المونيا غيري انا. فكنت عايزه ارميهم، كنت عايزه اجيب طبعا طقم الجرانيت او اجيب طقم تيفال، يعني اجيب طقم حلو كده شيك عشان يعني يسر العين كده وانتوا بتتفرجوا معايا على فيديوهاتي. طبعا لقيت الاسعار غاليه جدا جدا جدا، فانا قلت ماله الحلال ديت مالها، هي مطلعه عينيا في الدعك ومطلعه عينيا في غسيلها وشكلها مش حلو في الفيديوهات، بس اهو حلو يعني ال- ال- التقومة عايزة اقول لكم غالية جدا جدا، يعني ربنا يكون في عون العرايس اللي بتجهز نفسها. ايه ده ايه يا جماعة في ايه؟ المهم يا اختي خلصنا كده السبانخ وبس، شكلها ما شاء الله عامل ازاي. هنغطيها بقى ونسيبهم يستووا على نار هادية كده، هي والرز طبعا بعد ما يتشرب هنوطي عليه خالص.
او لو عندك شياطة حطيها كده تحت الحلة، لكن انا بقى بوطي عليه قوي، مش بحط له اي حاجة، والحمد لله بيتشوي ومش بيتشوي. انا النهارده مهيسة، الاسعار بتاعت فتح الله خلتني مهيسة. وكده الغدا بتاعنا النهارده خلص. واسكتي، انا كنت هعمل بتنجان مقلي واعمله كده زي البتنجان المخلل، بس بقى ايه كسلت، قلت اما اعمل شوية سلطة كده جنب الاكل وخلاص كده. وادي الرز بتاعنا المفلفل الجميل، وادي طبق السبانخ اللي زي العسل ومن غير لحمة ومن غير اي حاجة، الحمد لله. يا رب دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وادي شوية السلطة الجميلة اهي، حتى بصل عليها صغيرة وطماطم وخضرة ومدلعيها يعني، وفص توم ايه بس، وقرن فلفل حامي كده عشان يخلي الشطة. لا انا مش عارفة مالي، انا اقفل بقى الفيديو واقول لكم سلام النهاردة. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في الفيديو الجديد، ومع الف سلامة.